السلام عليكم، كنتمنى انكم تضغطوا على جيم تحت الفيديو واشتراك في القناة باش توصلوا ديما بالجديد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: الرصاص يلعلع في سماء المغرب قبل قليل. قبل ما نبدأ في التفاصيل ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. اضطر مقدم شرطة يعمل بدورية للنجدة التابعة لأمن منطقة بولرشد بالدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي في ساعة متقدمة من فجر اليوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في اقتراف السرقات، والذي عرض أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء خطير وتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية محمولة للشرطة لتقديم النجدة لشخص كان ضحية سرقة بالعنف من طرف المشتبه فيه ومشاركيه في هذا الاعتداء، حيث سلبوه مبلغا ماليا وعرضوه لاعتداء جسدي، قبل أن يبدي المشتبه فيه مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة مستخدما سكينا وأداة حادة. وقد استخدم أحد عناصر الدورية الأمنية سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري لتفادي الاعتداء، مما تسبب في إصابة المشتبه فيه الذي ضبطت بحوزته دراجة نارية مشكوكة في مصدرها وسكين وشفرة حلاقة و21 قرص مخدر و23 أنبوبة من مادة اللصاق المخدرة وقطع من مخدر الشراء. وقد توفي المشتبه فيه المصاب أثناء نقله للمستشفى، فتم إيداعه رهن التشريح الطبي، بينما تم فتح بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وأكد توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب جريمة السرقة بالعنف. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.